السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربتي قسم الموتوسيكلات. يا رب تكونوا بخير يا رجالة. الفيديو دوت إن شاء الله هنتكلم عن المادة اللي بتتحط جوه الكاوتش. أحط مادة ولا ما أحطش مادة؟ كده الكاوتش هيبوظ ولا مش هيبوظ؟ كده مش عارف إيه. كلام كتير وأقاويل كتير، وصدقوني أنا بتكلم عن تجربة وعن استشارات من ناس أصحاب محلات كاوتش. تابعوا معايا. المكنة دي أول ما جبتها كانت نازلة بطقم، يعني فيها كاوتش من جوه فيه شمبر، مش معلوم التويبلز. فأول ما جبتها رحت شايل الطقم الداخلي بتاعها الشمبر، ورحت قلبهم تيوبلس وحطيت مادة. أول ما اشتريتها يعني في أول أسبوع قعدت يومين تلاتة ماشي بالشمبر، ورحت قلبها تيوبلس بعد يومين. في ناس لأ غلط، ازاي يبقى الكاوتش لسه جديد وتحط له مادة؟ لا معلش، انت ما تضمنش ظروفك ايه. احنا هنا في مصر ما تضمنش ظروفك ايه. هو الصح ان هو ما يتحطش مادة، لان انت مش محتاج. يعني الانضف ان انت ما تحطش مادة، لكن وتمشي وتعمل تفك الفردة لو دخل فيها مسمار وكده. فالطبيعي ان انت ما تحطش مادة. لكن انا حطيت مادة ليه؟ لان احنا في مصر، احنا الطرق عندنا في القاهرة هنا مش مضمونة. يعني انا كنت اتواصلت مع واحد اخ عزيز معايا، بيبيع كاوتشات، فقال لي غلط، ازاي ما تحطش مادة والحكاية والرواية، ده يبوظ الكاوتش. مفيش. انا الكلام دوت حصل معايا على الظهر مثلا كده، اخر النهار كنت نازل انا والمدام. انا بحكي لكم بس عشان تعرفوا قيمة المادة ديت في الموقف ده. فنزلت، المدام تعبانة رايح للدكتور، واحنا ماشيين سلكة دخلت. سلكة يعني اقول لكم طولها حوالي 15 سنتي، معرفش ازاي دخلت في الكاوتش مع اني ماشي بالراحة يعني. دخلت في الكاوتش الوراني، سمعنا صوت تخبيط طبعا السلكة حرفها دخل في الكاوتش، وحرفها عمال يخبط في علبة الجنزير. رحت راكن على جنب، بصيت كده لقيت السلكة داخلة في الكاوتش، و... ومادة كده حتة طويلة كده، يعني بتاعت 10 سنتي 15 سنتي بره الكاوتش. فالطبيعي انت لو في الموقف دوت، المفروض اول ما هتشيل السلكة خلاص كده الكاوتش هيبقى مخروم، مش هتعرف تمشي بيه، لازم تحل الفردة ولازم تلحمها لحام جوه. طب انت معاك المدام ورايح مشوار مهم ومش هينفع تتأخر وبهدلة، ومفيش حد بتاع كاوتش، وافرض مثلا لو الظروف دي كانت يوم حد، ما هو مفيش بتاع كاوتشات. فكل اللي عملته رحت شايل السلكة، لفيت العجلة لتحت ناحية الخرم اتسد، مشيت الحمد لله مفيش أي حاجة. ادي يعني بص موقف اهوت، لو مكانتش فيها مادة كنت هتبهدل انا والمدام، وكنا هنتأخر عن ميعادنا عن الدكتور، وكانت هتبقى مشكلة. طب وليه؟ ما هي المادة هي موجودة فيه. هي مشكلة المادة ان احنا بنتعامل معاها، ان احنا بنتعامل معاها غلط. احنا بنحط المادة وبنسيبها جوه الكاوتش وبننساها ولا بنسأل فيها، وهو ده اللي بيدمر. انها لما بتنشف جوه بتبوظ الكاوتش، وبتنشف على الجنط بتبوظ الجنط. لكن الصح بتاعها انت هتحط مادة، يبقى كل 4 شهور تحل الفردة وتنضف المادة من جوه القديمة، وتنضف الجنط وتحط مادة جديدة كل 4 شهور. يبقى انت كده هتحط 3 مرات في السنة مادة بس. ان شاء الله بإذن الله اي مسمار يخش، اي حاجة، اي سلكة بسيطة، صدقوني هتشيلها وهتكمل مشوارك، ولا هتحس اي حاجة، ولا الكاوتش هيبوظ منك، ولا الجنط هيبوظ منك. الجنط بيبوظ من المادة لو هو جنط حديد، لكن الحمد لله احنا في المكن بتاعنا الجنط بيبقى ألمونيوم، فمش هيبوظ من المادة. فليه نتعب نفسينا؟ ف والافضل ما تحطش يعني الفردة اللي قدام ما تحطش فيها مادة، لان ما فيهاش هلك، وفين وفين لما بيخش فيها مسمار اصلا. الفردة اللي ورا هي اللي عشان فيها الدفع بتاع الموتور، الدفع بتاع المكنة وكده، وهي اللي بيبقى فيها الحرك او الحركة فيها زيادة،
وهي اللي بتفرك في الارض، فهي ديت اللي بيبقى عليها الضغط كله، وهي ممكن اللي بتلم معاك مسامير او يدخل فيها مسامير بسهولة كل شوية. لكن انت لو ماشي كويس بالراحة، مفيش قرص عليها، مفيش حرك، بتشد على البنزين جامد، بتقرص في السرعة بتاعتك، صدقني الفردة هتبقى مظبوطة معاك، ومش محتاج ان انت تغير فردة، وممكن الفردة تقعد معاك بالثلاث سنين وتبقى محافظ عليها. فياريت آه، اتمنى يعني ان انتوا لو استفدتوا من الفيديو لايك واشتراك، واشوفكم ان شاء الله باذن الله برضو في فيديو جديد باذن الله. مع السلامة.